بقى هو ده مواصلة السعي الذي يؤدي إلى حتمية النجاح؟ والنبي ما كنت أعرف. أمال مواصلة الفشل الذي يؤدي إلى حتمية الجنان يبقى عامل إيه؟ مواصلة الهبل الذي يؤدي إلى حتمية الهلاك يبقى عامل إزاي؟ السيدات والسادة، خليني أحكي لكم حكاية. منذ ما يزيد عن 10 سنين قام الممثل الكبير أشرف عباقي بإنشاء فرقة مسرحية وسماها وقتها تياترو مصر. كانت بتعرض أعمال مسرحية بمجموعه من الشباب على رسوم اشرف عباقي، وكانت الاعمال دي بتعرض على قناه الحياه في ذلك الوقت. كان على راس المجموعه دي والاكثر نجاحا واللي حرفيا بيقتل الناس ضحك كان ممثل شعره كنيش اسمه علي ربيع، لدرجه ان الزعيم عادل امام اشاد بيه وخده اشتغل معاه في مسلسل اسمه رئيس قسم بس يا مؤمن، وانتهت الحكايه على كده. مساء الخير، اهلا بكم حلقه جديده من الفن مع حلاحل ومراجعه اول 6 حلقات لمسلسل نصي الثاني اللي بيعرض على شاهد. الحقيقه انا عندي مشكله مع المسلسل ده قويه جدا، والمراجعه دي هتبقى اغرب مراجعه انت شفتها في تاريخ انشاء القناه دي. ليه؟ اقول لك انا بقى. اولا انا وفرت لك كل عوامل النجاح عشان تنجح، بس البعيد جبله، البعيد فاشل، البعيد مش عايز ينجح، البعيد مش عايز يتطور، البعيد مش عايز يغير من نفسه خالص. وانا اسف لما بقول الكلام ده، لان انا بحب الشخص ده وعايزه ينجح، بس هو مش عايز ينجح. هو بيتعامل معانا من برج عالي، هو بيتعامل معانا انه علي الباتشينو مش علي ربيع. انا جبت لك مؤلف المسلسل اسمه اياد صالح. اياد صالح ده عمل قبل كده الاختيار 3، كان مشارك في الكتابه، وحلوه دي سكر لهنا الزاهد وناس اشدت بيه بالمناسبه، والكتيبه 101. وانا عندي مشكله مع المؤلف في النص وفي السيناريو وفي الحوار بتاع المسلسل ده بتاع نص التاني. ولكن انا جبت لك عمر صلاح اللي هو اخرج افضل فيلم كوميدي اخر 10 سنين، ولو ما كانش هو افضل فيلم كوميدي اخر 10 سنين فعلى الاقل يتحط في التوب 5. فيلم قلب امه، الفيلم اللي مش واخد ربع حقه، اندر ريتد جدا، فيلم كل الناس بتحبه. وكان عمرو صلاح مش عمر، سوري، هو مخرج الفيلم، مخرج فيلم جديد، وفيلم جديد حلو بالمناسبه، وزومبي لعلي ربيع برضه. الحقيقه انا كذوق شخصي بقى كحلاحل، انا من بعد اول حلقتين من المسلسل ده انا قفلت، انا كنتش هكمله. ولكن لولا الريفيو اللي انا بعمله على حشر حضراتكم، ولولا المجهود اللي انا شفته في كل كاست العمل باستثناء البطل، فعلى مستوى الكتابه لا قديم يذكر ولا جديد يعاد. ما فيش حاجه خالص على مستوى الكتابه، يعني حتى تخليق المواقف الكوميديه ضعيف، معتمد على حرفيه الممثلين اللي قدامك نفسهم انهم يضحكوك. الكوميديا الموقف مش موجوده في المسلسل ده، ودي مشكله بالنسبه لي. وبعدين فكره العروسه دي، انت تدور على العروسه دي يا علي، دي ثالث مره تعملها. الاخراج بقى، انا كل ده لسه ما اتكلمتش على المسلسل، بس انا بقول لك على حاجات الاول مهمه. الاخراج كان في مجهود على مستوى الكادرات والمونتاج، بس التيمبو بتاع المسلسل بطيء شويه، التيمبو يعني الايقاع واقع شويه. فخلينا بقى نتكلم عن علي ربيع واللي بيحصل لعلي ربيع. انت فيك ايه يعني فيك ايه يا علي؟ يعني عايز افهم مالك يا علي، انت مش عايز تتطور ليه يا علي؟ في حلقات تياترو مصر الاول، في حلقات كان بيقلد فيها الرئيس مبارك بس بعد ثوره، وكان كابتن مدحت شلبي كان بيقتل الناس بالضحك. فانت مشكلتك يا علي ان انت مش بتلتزم بسكريبت في المسرح، فبترتجل، فعايز تجيب ضحك اكتر. لكن في السينما او في المسلسلات تبقى قدامك نص مكتوب فلازم تلتزم بيه، لازم تقوله. ولا مشكلتك انت ما بتعرفش تمثل، انت ممثل ضعيف اصلا ولا ايه؟ يعني مش فاهم، انت تفسيرك غريب قوي قوي. الادوار بنفس الشخص بيعملها، يعني فيلم زومبي هو فيلم بتاع بعد الشر كان في عيد صغير، نفس الدور ونفس الرياكشنات ونفس الحركات. وبعدين ما تحلق شعرك يا علي، الناس نصحوك كتير انت تحلق شعرك عشان يناسب الادوار اللي انت بتعملها. مسلسل يا جماعه نص التاني هو مسلسل عباره عن 10 حلقات بيعرض على شاهد كل يوم 4 الساعه 12 بالليل. قصته عن موظف في بنك اللي هو علي ربيع، ونفسه يتجوز، نفسه امه تجوزه. فمسلسل مبني على الفانتازيا، بيلاقي كارت كيوبيد لكيوبيد آلهة الحب عند الإغريق، فبيكتب فيه أي اسم بنت بتحبه، وكل البنات الحلوة طبعا بتحبه، حتى وفاء عامر حبته. بس المفروض يخلق كوميديا أكتر من كده، لكن علي ربيع مفيش. فأنا عايز أعرف يا عم علي، أنت مشكلتك إيه؟ يعني أنت بتتعامل مع الناس من برج عالي ليه؟ أنت بتتعامل مع الناس إن أنت لو عطست هتضحك. مفيش حاجه اسمها كده يا علي. في ممثلين كان اقوى منك كتير بدون ذكر اسماء وانتهوا، نزلوا من القطر بدري ما كملوش عشان الحته بتاعه الغرور والكبر انت ابتديت توصل لها دي. يعني سوري، يعني ان كانت الناس بتحب علي ربيع، انا بحبه جدا يا جماعه، بس يا جماعه مستوى المسلسل سخيف وفي استسهال. وعلي ربيع بقاله فتره على كده، بقاله فتره على كده مش عايز يتطور خالص. بيفكرني بحسام عاشور. حسام عاشور ما كانش بيتاخد منتخب مصر عشان كان محدش حد يقول لك لعيبه ما بتطورش من نفسه، واخد 13 دوري، واخد قد الزمالك 13 دوري، ناخد 14 دوري.
علي ربيع فقد روح الممثل الهاوي من زمان. يعني هو ايام ما كان بيمثل في مسرح مصر كان بيمثل بروح الممثل الهاوي، كان عنده انرجي وكان عنده شغف للشغلانه ان هو عايز ينجح. بعد ما نجح بقى، ما هو نجح، حس نفسه ان هو خلاص بقى في حته تانيه، وبقى بيتعامل معانا انه علي دينيرو، علي الباتشينو. ولا حاجه مش حابب كده. الشله بتاعت مسرح مصر دي كلها انا شايف الاذكى فيها هو محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن حتى اخر فيلم عامله اسمه البطه الصفراء مديه تاتش جامد، مديه تاتش جدي، يعني اداء جاد. ومصطفى خاطر في البيت بيتي يعني الناس وقصقص حتى كان في الفيلم بتاع مستر اكس. فالناس بتتطور يا علي، انت ما بتتطور، انت دمك خفيف لا ننكر ذلك، وعلى المسرح بتموت الناس من الضحك. فانت ايه مشكلتك قدام والله انا ما فاهم، انا مش فاهم انت ايه مشكلتك قدام الكاميرا سواء كانت سينما او مسلسلات. فالحقيقه يا جماعه المسلسل انا ما حكيتش خالص على ابطال المسلسل، اللي هو الفنان الكبير سالم عثمان، الفنان الكبير محمود البزاوي، عصومه حبيب قلبي محمد محمود، في ضيوف شرف بقى بيظهروا معانا، ثراء جميل، اسماء ابو يزيد ظهرت في الحلقه بتاعت امبارح الحلقه السادسه، في نادين. ففي حاجات كتير قوي، يعني ابطال كتير، في البنت الصغيره اللي هي طالعه اخت علي ربيع في المسلسل. ففي حاجات كتير، في البواب، في ابطال كتير حاولوا يساعدوه، حاولوا يخلقوا كوميديا، لكن ما فيش خالص يا جماعه. المسلسل من اسخف ما يمكن، انا اسف يعني. وشوف احنا كنا بنتكلم مع الحاجه الحلوه بتخليك يعني فريش. شوف احنا كنا بنتكلم ازاي المسلسل على باب العماره والفرحه اللي احنا فيها، وشوف احنا بنتكلم ازاي دلوقتي على المسلسل الفاشل ده، مسلسل نص التاني. فانا ما انصحش حد، انا ما بحكمش على اي حد، بس انا ما بنصحش حد يتفرج على المسلسل ده، ولا هكمله برضه. هكمل 4 حلقات تانيين و10 حلقات عشان نشوف هيخلص على ايه. لكن يا جماعه علي ربيع دخل في سكه ان هو، صدقوني بعد كام سنه علي ربيع بالطريقه دي هيتنسي، لانه ما بيطورش من نفسه خالص خالص. انا الحقيقه ما عنديش كلام تاني اقوله على المسلسل ده، وتقييمي ليه هو عشان بس اداء الممثلين حاولوا يجتهدوا، والممثل المخرج عمرو صلاح ده اللي عمل قلب امه، فانا هقيمه 2 من 10. ف 2 من 10 اعلى حاجه ليه. فانتظروا اللي جاي بقى، ممكن نتكلم على مسلسل جين في ونشوف الدنيا هتعمل ايه. فيا ريت بقى لو عجبك الحلقه اشترك في القناه وفعل الجرس. لو اول مره تابعنا على التيك توك حساب مصر حلاحل، وعلى الفيسبوك روفن حلاحل. مساء الخير.